شو بدك تقول للمتابعين؟ حطوا لايك، شو كمان؟ شير، سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم يا أحلى عالم بالدنيا؟ بتمنى تكونوا بخير وإن شاء الله يا رب دائما تكونوا بأحسن حال ومرتاحين البال. ورجعت لكم من جديد بفيديو جديد لأني كتير اشتقت لكم، فما قدرت أطول عليكم أكتر من هيك، لأني إلي متأخر عليكم 7 أيام ونص. وبدي أشكر كمان كل الصبايا اللي تواصلوا معي على الخاص وطمنوا عني. أنا الحمد لله كتير صرت أحسن، الحمد لله صرت منيحة يعني، وإن شاء الله ما حدا بيشوف المرض، والله يشفي كل مريض. والله المرض صعب يا جماعة، يعني تأثرت هاي المرضى بكتير شغلات، حتى صوتي يعني لحد الآن تعبان، صوتي عم بيعطش كمان وأنا عم بعمل مونتاج للفيديو. فالمهم نحن اليوم وين يا صبايا؟ أكيد عرفتوا هاي المدينة وتذكرتوها لأنه مصورة لإلكن قبل بمرة يعني. فنحن بمدينة نور شوبنج. ما شفت ولادي إلا حاجزين لي بالقطار وقالوا لي روحي عدي لك يومين 3 خدي هالبنات، وبما أنك مريضة وتعبانة خدي هالبنات وعدي لك يومين 3 بهاي المدينة. فطردوني من البيت تقليعة أدبية يعني مثل ما تقولوا. فيا ريت هلا النهاية كانت سعيدة. هلا صحيح لما عملوا هيك معي يعني زعلت شوي وفكرت بالموضوع انه ليش بدهم ياني اطلع من البيت، وقالوا لي روحي غيبي عن البيت يومين 3. لكن دائما النهايات تكون سعيدة، وخليكن معنا لنهاية الفيديو حتى تفرحوا معنا. فهلأ واحنا راجعين بعد ما قضينا يومين 3 يعني، رحنا طلعنا يوم الجمعة ورجعنا يوم الأحد على البيت. فلما رجعنا على البيت كانت الصدمة. فيا ريت دائما يصدموني هيك يعني ويفاجئوني هيك مفاجآت، يعني كانت كتير حلوة. والله يرزقهم يا رب، والله يبارك فيهم، والله يجعلهم من البارين إن شاء الله، والله يرزق أولادكم يا رب. فكانت هاي النتيجة. فلقيتهم كابين لي عفش الصالون القديم وجايبين لي طقم كنبات جديدة. هلا هن هيك وصلوا مغلفين، فهن ما كانوا داهنين البيت، يعني اكيد ملاحظين هالشي، ما كان مدهون الصالون. ففورا راحوا جابوا الدهان ودهن الصالون، ولسه طقم الكنبات مغلف يعني كان لسه محطوط بالصالون. فهن ما بدي يعني اخروا الموضوع، تعرفوا الدهان بده وقت وهاي الامور، يعني انا راح اغيب يومين وارجع. فلما رجعت كانت هون المفاجأة. الله يجزيهم كل خير يا رب، والله يبارك فيهم، والله يرزقهم يا رب. والله كتير فرحوني هلأ على وجه هالعيد بهالطقم الجديد. وجايبين لي هدية كمان، هذا البرج هو هدية كمان مع الطقم. لسه هو ناقصه يعني كتير شغلات، لسه بدي اجيب فروة لهاي الطاولة حتى ما يصير فيها أخداش تحميها كمان من الغبرة، من تعرف اللي عنده أطفال صغار هذا يحط إيده وهيك. فبدي أجيب له فروة إن شاء الله. والبرادي ما غيرتهم أنا، البرادي كانوا موجودين عندي من قبل، فمناسبين عليهم ولا لأ يا بنات؟ هذا اللون الفضي مع اللون الأزرق كتير طلع حلو. فبدي روح إن شاء الله على محل هبة، بدي أشوف شو في عندها ستائر حلوة. حابة أجيب ساتان. فاكتبوا لي بالتعليقات انتو يا صبايا قبل ما اتورط واشتري، يعني اشتري لون مخمل، برادي مخمل ولا ستان، فشو رأيكم؟ وما نسيوا السجادة وما نسيوا الطاولات الصغيرة، يعني كسوا الصالون كله كامل ما شاء الله. بس ينقصوا يعني الاكسسوارات، ينقصوا كم شغلة هيك خفيفة، برجع بجيبهم انا ان شاء الله. فشو رأيكم بالصالون الجديد يا صبايا وهاللون الجميل؟ عن جد أنا كتير عجبني اللون الأزرق. هلأ هو دارج لقيته أحسن يعني من الألوان الفاتحة اللي تجي مثلا بني فضي. هلأ أكتر شي نازل الأسود. الطقم اللي قبل كان عندي أسود، رجعت جبت لون تاني جردوني بيقولوله. فحبيت إني أغير هيك الأزرق، عاطي بهجة، وانه انتي مجددة، يعني مبين انك مجددة. فهون رجعت رحت على محل هبة، هو مستودع حتى اشتري من عندها الفروة واشتري كمان كم شغلة من عندها، فحبيت صور لكم
وأعطيكم فكرة عن الأسعار الموجودة. شوفوا هذا البيرو يا صبايا هو لغرفة النوم، جاي معه هاي المراي وجاي معه الكمدينة 2 كمان، فسعره كتير كتير حلو، ما كتير غالي. وملاحظة يا صبايا هي بتعطي بالتقسيط للناس اللي بتعرفهم، للناس اللي يكونوا من نفس المدينة نفس المنطقة، يعني بتعطيهم بالتقسيط. عن جد كتير كتير عجبني هالبيرو، لكن تاخدي البيرو هيك لحاله على غرفة قديمة ما زابط. فيا ريت ولادي هيك يرجعوا يطردوني هاي الطردة. يقولوا لي روحي غيبي يومين، فبجي بلاقيهم مجددين لي بقية البيت. هاي الفروة اللي اخترتها لون أبيض، فيها عندها هي ألوان تانية، فأنا حبيت يعني أكتر شي أخد الأبيض. في عندها مخدات، عندها لوحات، عندها المرايا اللي بتركب على الحيطان. شوفوا هاي اللوحة مع المرايا كمان كتير كتير مرتبة. وهدول الطاولات يعني تستخدموهم للحفلات، تحطوا عليهم الكيك، بيجوا هيك بالترتيب 3 قطع. وستائر الستان عندها مثل هاي اللي معلقة بالحيط، وفي كمان جميع الألوان بتلاقوها موجودة. وبالإضافة عندها كمان الكنب، المفروشات بتلاقوها هون، بس هو لأنه مستودع فالكنب كله مغلف كله مسكر، ما قدرت صور لكم إياه، يعني حبيت صور لكم بس هاي الشغلات. الإكسسوارات، شوفوا لي جمال هالصحن هذا الدوار، ودور دور يا صحن السكر. طبعا هو يدوي يعني مو على البطارية، فأنتوا بس حركتوه هيك شوي بإيدكم فهو يدور لوحده. بالنسبة للأشياء اللي عندها يعني بتلاقوا الألوان الفضي والألوان الذهبي. الإكسسوارات هاي كلها موجودة عندها، بالإضافة للورود، للصواني، صواني الضيافة عن جد روعة 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 عندها يا صبايا، كتير والله عجبوني، وبأسعار كمان معقولة. أنا عن جد لفت نظري الأسعار عندها مختلفة، يعني غير عن المحلات السويدية. وشوفوا هون طقم هالشمعات كمان في إله هلأ قاعدة، هلأ بفرجيكم إياها. وهون عندها هدول 5 قطع، طقومة التخت، بيجي وش للحاف مع الشراشف مع وجوه المخدات، يعني 5 قطع جايين وكافة الألوان. يعني شوفوا هذا اللون الصيفي، دوار الشمس، شوفوا ما أحلاه. هلا هي ما فرجتكم يعني الألوان كلها، لأنه موجودة عندها، يعني هي بالمستودع كلهم يعني مسكرين لسه مختومين، بس حبينا نفرجيكم هدول الألوان اللي كانوا يعني موجودين على الرف. أنا عجبني هذا الأزرق فحجزته عندها، قلت لها خليلي إياه هذا على جنب، اصحك تبيعيه. فعن جد صار غرامي اللون الأزرق، عن جد كتير حلو. يعني أنا أكتر لونين مفضلين عندي هن الأزرق والأخضر. وشوفوا هون كمان هذا اللون الأصفر واللون البنك. ورود عندها مثل ما قلت لكم، يعني انتوا اذا حبيتوا تنسقوا ورود للصالون عندكم للجنينة، في عندها كمان تجيب تنسيقات جميلة. وشوفوا هدول كمان اللي على الحيطان على شكل هلال، جايين 5 قطع. والاكسسوارات مثل ما خبرتكم، في منها الذهبي، في منها الفضي. هلا هون شوفوا هاي الشمعات اللي قلتلكن عليهن، هاي القاعدة تبعيتن، يعني هدول قطعتين إذا أخدتوهم ب500 كرون. وهون كمان هذا الشرشف للتخت كتير حلو. وإذا وصلتوا معنا لنهاية الفيديو ولسه ما ضغطتوا على زر اللايك فشو ناطرين؟ بتمنى منكم دائما الدعم للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.